لماذا يا إخواني في الله؟ هذا ديننا، هذا كلام الله وكتاب ربنا الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن العظيم أفضل الكتب المنزلة وخير الكتب المنزلة على نبي هذه الأمة الذي هو أفضل الأنبياء، على هذه الأمة التي هي خير الأمم، وأنزله الله عز وجل في ليلة مباركة أفضل الليالي، في ليلة القدر. ومع هذه الفضائل نحن نغفل عنه، قلوبنا مليئة بالمعاصي والسيئات، مشحونة بالقسوة والغفلة، ونحن غافلون عن القرآن. إذن إخواني في الله، علينا بالقرآن، اقرأوا القرآن، علموه أبناءكم، علموه نساءكم وبناتكم، اسمعوه في بيوتكم، في جوالاتكم، في سياراتكم، في محلاتكم، اسمعوا كلام الله، اقرأوه، فإنه نور وهداية وفلاح وراحة وطمأنينة وسعادة. لماذا يا إخواني في الله نغفل عن القرآن؟ إنه والله من الخسارة العظيمة أن نترك هذا القرآن. الحرف الواحد بحسنة، حرف واحد تقرأه بحسنة، فكيف إذا قرأت حروفا وآيات وصفحات وصور وأجزاء؟ كم لك من الحسنات؟ يوم القيامة الذي عنده قرآن يكون في أعلى المنازل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كيف الذي يحفظ القرآن كله ويعمل به ويأتي يوم القيامة يرتله في الآخرة؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ. شرف عظيم، الناس في هم وفي غم في أرض المحشر، وأنت تقرأ القرآن ترتله. اقرأوا القرآن. قال: يؤتى بصاحب القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولذا من أهل العلم من يقول أن منازل الجنة على عدد آيات القرآن، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. أنت مع السفرة مع الملائكة إذا أخذت هذا القرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ولا تقل أنك مشغول أو أنت كبير في السن، اقرأ القرآن. إذا لم تستطع أن تحفظ، اقرأ، خذ مصحفا واقرأ، واجعل كل يوم لك ورد، اجعل لك شيئا من القرآن كل يوم تقرأه، لا تتركه. كيف تطيب نفسك أن تأتي صحيفتك يوم القيامة خالية من القرآن؟ الأسبوع والشهر والسنة تمضي عليك وليس في صحيفتك كلام الله مكتوب. هذا خطأ يا إخواني في الله، هذه غفلة. اقرأ القرآن يا أخي، اجعل في صحيفتك آيات صور مكتوبة يكتبها الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كيف الذي يمر عمره كله وهو غافل لا يقرأ القرآن؟ كيف تكون صحيفته؟ هذا أمر مهم، أمر القرآن والعناية به أمر مهم. هذا ديننا، هذا كتاب ربنا وكلامه، هذا به النجاة في الدنيا والآخرة. هذا أهله، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن. ما تريد أن تكون من أهل الله أنت؟ إن لله في الدنيا أهلون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هذه نصيحة يا إخواني في الله في هذه المسألة، العناية بالقرآن عملا، تعلما، تدبرا، تلاوة، استماع.
هكذا ينبغي أن نكون مع القرآن.